النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو تتصرف ازاي لو تم القبض عليك. يعني مثلا انت لقيت نفسك متهم في جريمة ما، تم القبض عليك، اخدوك على اسم الشرطة، المفروض يعني يعرضوك على النيابة. احنا هنتكلم النهاردة وهناخدك في رحلة كده من حين القبض عليك لحين عرضك على النيابة لحين إخلاء سبيلك أو إدانتك. يعني هو المفروض القانون منح المواطن شوية حقوق المفروض يستخدمها في حين القبض عليه ويتمسك بيها، واحنا النهاردة هنقولك على حقوقك في الموقف اللي زي ده. في حين تم القبض عليك، في حين عرضك على النيابة، تتصرف ازاي، ايه الحقوق اللي المفروض تستخدمها. هنقولك على كل الكلام ده. طيب انت دلوقتي تم القبض عليك، اخدوك على اسم الشرطة، المفروض ياخدوك بكل ادب بكل احترام، من غير ضرب، من غير شتيمة، من غير انتهاك لأي حقوقك اللي كفلها ليك القانون والدستور. اول ما بتخش كده الاسم، انت ليك قانونا ان انت تجري مكالمة هاتفية، تكلم قرايبك، تكلم المحامي بتاعك، تحكي لهم على الموقف اللي انت فيه علشان حد يلحقك او يجيلك على النيابة. تاني حاجة، الجهة اللي قبضت عليك ليها حق الاحتفاظ بيك لمدة 24 ساعة. انت بقى من وقت القبض عليك تفتكر كده وتركز تشوف انت تم القبض عليك في وقت ايه، الساعة كام ويوم كام، علشان لو فات اكتر من 24 ساعة كده القبض باطل وما تلاه باطل. كل الاجراءات اللي تلت القبض باطل. دلوقتي انت رحت النيابة، دخلت على وكيل النيابة، طبعا هو بينظرك، بيشوف انت لابس ايه، شكلك ايه، سنك ايه. المفروض في الوقت ده انت لو تم الاعتداء عليك، لو تم شتمتك، لو تم اي مخالفة في حقك، انت بتبلغ وكيل النيابة. لو تم منعك من اجراء مكالمة هاتفية، قول له وكيل النيابة هم منعوني ان انا اعمل تليفون. لو في اي حاجة في جسمك او اي ضرب، اي اثار تعذيب، اي حاجة، بتبلغ وكيل النيابة وبيحيلك للكشف الطبي. بعد كده اول سؤال بيسألوا لك وكيل النيابة، انت معاك محامي؟ لو انت معاك محامي قول له اه معايا محامي واسمه الثلاثي كذا. طيب في حين ان النيابة العامة مثلا امتنعت ان هي تجيب لك المحامي اللي انت طالبه، اللي هو المحامي الشخصي بتاعك، ساعتها تمسك بحضوره وارفض ان انت تجاوب على اي سؤال لحين ما يجي المحامي بتاعك. طيب في حالة ان هم انتدبوا لك محامي من الاساتذة اللي واقفين بره غرفة التحقيق، ساعتها برضو تمسك بحضور المحامي بتاعك وما تجاوبش على أي أسئلة، والنيابة المفروض تجيب لك المحامي بتاعك. ده يعني واجب على النيابة إنها تحضر لك المحامي الخاص بيك. في حين إن أنت مش معاك محامي خالص، النيابة بتندب لك محامي، وما بيتمش إجراء التحقيق من غير محامي. لو في شهود على الواقعة بتاعتك، شهود إثبات، وكيل النيابة بيسألك هل في شهود نفي. انت لو كنت شايف شهود في الواقع وعارفهم قول أسمائهم. لو انت ما مش عارف شهود او ما كنتش عارف الناس اللي موجودة، قول له اه كان في ناس كتير، انما ما تقولش ابدا ما كانش في ناس. لا، قول كان في ناس كتير موجودة. وكيل النيابة يسألك انت تعرف الضابط الفلاني محرر المحضر؟ لو انت عارفه قول اه عارف. هيقول لك هل في خلافات سابقة بينكم؟ لو في خلافات قول اه في خلافات، ما تخافش. لو انت ما تعرفش الضابط ده قول له لا ما اعرفوش. ساعتها مثلا هيقول لك وكيل النيابة طيب انت ايه رأيك فيما سطره الضابط فلان الفلاني عنك في المحضر؟ يعني انت ايه رأيك في الكلام اللي هو قاله عنك في المحضر؟ ساعتها انت ممكن تقول له هو مطلوب منه عدد قضايا معين فلذلك هو لفقها لي. ده في حين ان هو كان قبض عليك بدون وجه حق، واخدك كده يعني من الشارع. نيجي لفض الأحراز. الأحراز بقى لما بتيجي معاك، لو كان في القضايا أحراز، وكيل النيابة بيفضها قدامك. لو انت ملكش علاقة بيها انكر علاقتك بالأحراز دي. لو انت تم القبض عليك من مسكنك وتفتيشك واخدوا أشياء انت ملقتهاش في النيابة، بلغ وكيل النيابة، عرفه ان كان في موجود كذا كذا وانا مش لاقيها وبتهم اللي قبض عليا بسرقتها. قوله ما تخافش عادي، يعني مفيش حاجة هتحصل. وخليك عارف ان النيابة العامة خصم شريف، يعني هي سلطة تحقيق، هي بتوجه ليك الاتهام، وفي نفس الوقت احنا بنقول عليها خصم شريف، ان هي محايدة، لا هي معاك ولا هي ضدك. وخليك عارف ان المتهم لا يجوز تحليفه او تهديده او ترغيبه. يعني ما ينفعش وكيل النيابة يقول لك احلف قول له لا ما ينفعش تحلفني، ما ينفعش يقول لك اعترف بكذا
بدل ما احبسك قول له ما ينفعش تهددني، ما ينفعش يقول لك قول كذا عشان اروحك، تقريبا هو بيضحك عليك. خليك عارف ان انت ليك الحق ان انت تتابع كل حاجة اتكتبت في المحضر او في التحقيق على لسانك. ليك الحق ان انت تقرأ كل كلمة قبل التوقيع على المحضر او التحقيق. لو انت بتقرأ ولقيت حاجة اتكتبت خلاف اللي انت قلتها على لسانك، امتنع عن التوقيع وطالب بتغييرها. ده حقك قانونا. وخليك عارف ان المحامي ملوش اي دور في التحقيق، هو مجرد بيراقب التحقيق. فانت لازم تركز في اقوالك وتتصرف بذكاء، وما تبقاش مثلا واقف في التحقيق وتبص للمحامي بتاعك تطلب منه إجابات بعينك مثلا. ساعتها وكيل النيابة ممكن يعني يتنرفز عليك ويتعصب عليك، ساعتها ممكن يعني التحقيق ما يكونش في صفك. فأنت تتصرف بذكاء، واعرف إن المحامي مجرد دوره بيراقب التحقيق مش أكتر. ملوش دور في التحقيق، في الآخر يبدي طلباته ودفوعه قدام النيابة العامة. طيب بعد ما التحقيق يخلص، لو النيابة العامة مثلا شافت ان انت مثلا مظلوم مفيش اي دليل ضدك، طبعا بتخلي سبيلك. لو شافت ان في ادلة قوية بتدينك، ساعتها بتديك 4 حبس احتياطي، يعني بتحبسك احتياطي على ذمة التحقيق. ساعتها بترجع للمحبس بتاعك اللي هو اسم الشرطة. لو مثلا في تحريات او كده النيابة طلبها، بترجعك للقسم عشان ترجع تاني يوم مع التحريات. ساعتها يا اما برضو بيتم اخلاء سبيلك او تجديد الحبس ليك. تاني تجديدة ليك بتبقى قدام القاضي الجزئي اللي هو بيجدد لك مثلا 15 يوم، يا اما بيخلي سبيلك يا اما بينزلك جلسة فصل اللي هي جلسة موضوع قدام القاضي الموضوعي. ساعتها يا اما بيتم برضو تبرئتك يا اما بيتم ادانتك. القاضي الجزء ليه اللي هو يجدد لك 3 مرات، يعني يديك 15 في 15 في 15. ممكن قاضي التجديد يجدد لك وممكن ينزلك جلسة موضوع، تنزل قدام قاضي الموضوع عشان يفصل في القضية. ساعتها المحامي بتاعك بيحضر بيبدي الدفاع بتاعه بيترفع عنك، ربنا بيكرمك يا إما بيتم تبرئتك تاخد براءة يا إما بيتم إدانتك. قبل ما ترجع محبسك المفروض إن هما بيمضوك على حاجة اسمها الاستئناف عشان تستأنف الحكم بعد كده. بتمضي على الاستئناف وبعد كده بتروح المحبس بتاعك. وبكده احنا اتكلمنا من لحظة القبض عليك للحظة تبرئتك أو إدانتك. أتمنى إن الحلقة تكون مفيدة، وأتمنى تتابعونا في اللي جاي بإذن الله. كان معكم محمود علان، وده برنامج مدرسة القانون. شكرا لحضراتكم.